بتقول شاري امتى؟ 2006؟ يعني لسه ناقص 5 سنين على الاستلام. انت مستعجل ليه؟ اصبر، الاولاد لسه. اصبر، الاولاد لسه لما يكبروا. حاجات محدش هيقول لك عليها في الريل استيت. اكيد في يوم من الايام وانت بتسكرول على السوشيال ميديا شفت بوست ناس بتقول احنا اتاخروا علينا في الاستلام وعملنا وسوينا ومش عارفين نعمل ايه وكده، وقعدت تسرح بخيالك وتتخيل طب انا لو مكان الناس دي هعمل ايه؟ هتصرف ازاي لو المطور العقاري اخر تسليم الوحده بتاعتي؟ مبدئيا كده لازم تفهم ان في كل العقود العقاريه في فتره اسمها فتره سماح، ودي بتبقى فتره بتتراوح من 6 الى 18 شهر، بتختلف من مطور للتاني وبتبقى موجوده في العقد زي ما قلنا، ودي بتسمح للمطور انه يتاخر في خلال المده دي بدون ما المالك يقدر يعترض. لكن بعد الفتره دي بقى بتكون في غرامات على المطور المالك يقدر يطالب بيها في حاله تاخير الشركه عن التسليم. ولو اتكلمنا من الناحيه القانونيه، الماده رقم 246 الفقره الاولى من القانون المدني بتقول ان حضرتك تقدر تحبس الاقساط، يعني بالبلدي كده ما تدفعش الاقساط بحكم من المحكمه لحد ما المطور يوفي بالتزاماته على ارض الواقع. ده الكلام اللي هتسمعه من كل الناس. تعال بقى نتناقش على ارض الواقع. اقول لك على سر، 99% من المطورين العقاريين بيتاخروا على التسليم. فكر في اسم اي مطور كده، قول لي جه في دماغك مين؟ مش عايز تقول؟ شفتك يا لئيم، اهو ده كمان اتاخر. ببساطه تاخير عن تاخير يفرق. في تاخيرات بتحصل لاسباب قهريه، زي ايه؟ هبوط ارضي حصل في تربه المشروع، حاجه بتاعت ربنا، كارثه زي الكورونا، ثوره، وهنا الموضوع بيكون خارج عن ايد الناس كلها. وفي تاخيرات تانية بتكون لفترات بسيطه لكن مقبوله وبتحصل بسبب التصاريح، بسبب ان المشروع كان بيتبني على مراحل، او حتى وانت شاري مع المطور ده وعارف انه بيتاخر فترات بسيطه بس بيسلم جوده عاليه. ده نقدر نقول انه عادي ومقبول نسبيا، مع العلم انك لازم تسال كتير قبل ما تشتري مع المطور اللي بيتاخر في التسليم. ولكن اللي مش عادي هم ال3 4 مطورين اللي انا وانت واي حد ماشي في الشارع عارف ان هم بيتاخروا بالشهور والسنين، او الشركات اللي انت وانت بتشتري كنت عارف انها شركات صغيره وصعب توفي بالتزاماتها على ارض الواقع. وهنا مش هلومك لو خدت اجراء قانوني، لكن هلومك انك من الاول استثمرت واشتريت معاهم. فنصيحتي ليك قبل ما تشتري، بص واعرف المدى اللي بيتاخر من خلاله المطور، واعرف المطور ده قادر على الاستمرار والالتزام ولا لا، لان كله بيتاخر لكن تاخير عن تاخير يفرق. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.